ولكن انت مش مفروض تحطي واخدين شاور، مسحنا وشنا بالتونر، وشنا نضيف، هاتوا كرسي بقى واقعدوا علشان جايبالكوا حاجة. رحبوا معايا أعزائي المشاهدين بسيليا ماكس. أنا بقالي أسبوعين تقريبا بستخدم المنتجين دول قبل ما أطلع لكم. شفت ريفيوز كتيرة عليها وأحس إن ملمس بشرتي وتحت عيني اتغير تماما. عندنا هنا ريتينول شوت وعندنا هنا ريتينال شوت. كل الريفيوز او كل الهبه اللي طالعه الفتره دي على الريتينال شوت، منتشر بانك تحطي نقط كده نقط كده نقط كده على الاماكن اللي فيها خطوط. طيب ايه هي فوائد الريتينول والريتينال؟ اولا هما من احدى مشتقات فيتامين أ، بيعملوا على تجديد خلايا جلدك، تحفيز الكولاجين، تقليل الخطوط، تقليل التجاعيد وتأخير ظهور التجاعيد، فبالتالي بيمدوا بشرتك بالحيوية والشباب. خلونا أوريكم نستخدمهم إزاي. الريتينال شوت هو نفس الريتينول عشان تكونوا فاهمين، ولكن انت مش مفروض تحطي نقط، لا عادي خالص، انت بتحطي كمية معقولة مش كتيرة لأن هو بينشف جدا، وتطبطبي كده في اتجاه واحد. بالنسبة لي الريتينال شوت ما بحطوش غير تحت العين. بعدين نيجي هنا للسيرم. الريتينول شوت شايفين انا واخدة حتة قد ايه؟ طبعا لما انتوا تحطوه بتحسوا بشكشكة في وشكم، ما تخضوش من الشكشكة دي، امر طبيعي. طبعا ما ننساش رقبتنا. شوفوا مبدئيا كده ما بتحطوش بالنهار، الشمس هتحرق بشرتك. دول يتحطوا بالليل. اول ما توصلي ال30 تبدأي تستخدميهم. حبايبي اللي تحت ال30 ده مش مناسب ليكوا ابدا، استخدميه يوم ويوم يوم ويوم لمدة 3 أسابيع، ومن الأسبوع الثالث ابدأي استخدميه كل يوم. طب ايه عيوبه؟ عيوبه انه بينشف البشرة جدا. لازم تستخدمي مرطب حلو او مرطب قوي. بستخدم جل الكولاجين ده من ميديكيو، بستخدمه الصبح علشان يرطب لي وشي. جميل قوي قوي وخفيف على بشرتك، وبشرتك بتمتصه في الثانية، وبحس ان وشي طول اليوم وانا في الدوام جلوي كده. دمتم مشروقين.